الواد يروح الدرس، يرجع من الدرس الساعه كام؟ الساعه 8. الله، ازاي مش هو مخلص درس الساعه 5؟ هو بيخلص درس الساعه 5 بس غصب عنه رجله كده بتخطفه عند بتاع الشاورما، بيعزم صاحبه على شاورما، وبعد كده بتخطفه على بتاع العصير، فعقبال ما بيشربوا عصير وعقبال ما بيركبوا الميكروباص ويتخانقوا مع الراجل بتاع الميكروباص شويه، وبعد كده يتخانقوا مع الراجل بتاع التوك توك شويه، وبعد كده يروحوا لا الساعه 8. ما اعرفش ايه الوقت، سبحان الله شو بركه. حلو. الواد روح الساعه 8 او الهانم روحت الساعه 8. اول ما بيروح عايز ياكل، قال لها طب احنا لسه اكلين دلوقتي سندوتش شاورما؟ لا، ده اكل باثر رجعي، ده الاكل بتاع انا ما اتغديتش، فاللي انا اكلته من شويه ده بتاع الغدا. احنا بقى عايزين ناكل اكل العشاء بقى. حلو. طب تعالى نتغدى. طيب تعالى نتغدى. هناكل في قد ايه؟ ربع ساعه، ثلث ساعه؟ يا عم يلا ماشي مش مهم. الساعه 8:30 هنخش نذاكر. مفيش هزار مفيش هزار. طيب اتغدينا، نعمل كوبايه شاي. نعمل كوبايه شاي ليه؟ عشان نفوق. شربت كوبايه شاي مش حاسس ان انا فايق قوي، نعمل كوبايه قهوه ليه؟ عشان نفوق قوي، فنعمل كوبايه قهوه. مش فايق قوي، طب نعمل كوبايه نسكافيه، 2 في 1، 3 في 1، 7 في 1، مش مهم، بس نسكافيه مقاطعه خلاص. نعمل شاي على قهوه. حلوه الشاي على قهوه بتفوق جامد. نعمل شاي على قهوه. الساعه بقت 9. استنى بس اصبر عليا، ما انا بفوق بقى، ما انا بنام الساعه كام؟ 1 النهارده فايق مش هنام 1، انا صاحي لكم النهارده، هسهر انتقام. طيب يلا نخش الاوضه. فالشيطان اول ما يخش الاوضه، تعالى يابا خش لي يابا، خش هتجيبك، خش انت عارف الساعه بقت كام؟ الساعه داخله في 9 ونص. ما انت في الحركات بتلاقي فيها نص ساعه، تلاقي الواد عقبال ما بيتحرك كده بس من مطبخ الاوضه في نص ساعه طارت. ليه؟ ما هو بيتحرك في موبايل عمال يسكرول في لا شيء، بيطمن بس في اللحظه دي على احوال المجتمع والناس والاسره، ففي نص ساعه بتتهضم كده، بتتاكل في النص. الواد دخل الساعه 9 ونص. الشيطان قال له استنى بس، انت عارف في نقطه بس، انا نسيت انبهك لحاجه مهمه جدا، الا وهي ايه؟ انت عارف ان احنا عقبال ما نفتح الكتب ونشوف احنا هنذاكر ايه اصلا فيها نص ساعه، فكده الساعه 10. وغالبا ده بيحصل من اول ربع ساعه مذاكره، الواد يذاكر ربع ساعه، بعد ما يبتدي يذاكر ربع ساعه يقول له استنى، احنا دلوقتي عقبال ما نلم الدنيا في نص ساعه، عقبال ما نخش في مود المذاكره، فالساعه هتكون دخلت في 10 ولا 10 وربع، وعقبال ما نيجي نذاكر انت بتنام الساعه 1. بتنام الساعه 1، فلازم يعني تروح تتخمد على السرير